فطار يوم الجمعة بيبقى فطار حلو كده ولذيذ، اللي احنا ما بنعرفش نعمله باقي الاسبوع. بنصحى الصبح كده نفنن نشوف احنا عايزين ناكل ايه، وبنعمله باقل مقادير. لو عندك بيضتين وقطعة جبنة قريش تعالي هتعملي الوصفة التحفة دي لأحلى فطار يوم الجمعة. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا قطعة جبنة قريش تقريبا نص خرطة جبنة قريش، ما كانتش خرطة كاملة. طبعا انتوا لو حابين تكتروا بقى ابقوا كتروا بعد كده المقادير، انا بوريكم ان انا بعملها بأبسط مقادير موجودة عندي في البيت. انا كمان عشان القطعة كانت صغيرة نزلت عليها بمعلقة من الجبنة الفيتا او الجبنة التلاجات. تمام، لو عندك القطعة كبيرة شوية ممكن تستغني عن الخطوة دي، بس الجبنة دي اديتها طعم حلو قوي، جبنة كده بطعم الفلامنك، طعمها خطير. خدتها كده ونزلت بيها على قطعة الجبنة القريش وبدأت ان انا اقلبهم مع بعض. زي ما قلت لكم لو حابين تكتفوا بالجبنة القريش بس يبقى خلاص مفيش مشكلة. دي بعض الحاجات اللي اختيارية اللي انا بحلي بيها الوصفة مش اكتر. بقلبهم بقى كده مع بعض، بدمجهم مع بعض كويس جدا. وبعد بقى ما ادمجهم كويس جدا هبتدي اجيب البيض. تمام، عندك من بيضتين لتلاتة، انا حطيت 2 وبعد كده قلت كمان هزود واحدة عشان لقيت في فرد زيادة هياكل معانا، فقلت كمان هزود واحدة بيض اهو. زي ما قلت لكم بقى الكمية دي بتاعتكم، يعني الوجبة دي 4 افراد كلوها خلاص. وطبعا تغيير بقى، احنا لما بنفطر كل مرة نفس الفطار بنزهق، فده فطار جديد بطعم جديد هيعجبكم جدا جدا، وممكن تاكلوه كده عادي وممكن تاكلوه بالعيش على حسب ما انتوا حابين تاكلوه ازاي. بقلب بقى كويس جدا، بدمج البيض مع الجبن كويس جدا لحد ما الخليط يبقى ناعم معايا ما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعد كده هبتدي انزل عليه برشة ملح، وخدوا بالكم من الملح كويس جدا لان الجبنة حادقة، انا حاطه نوعين جبنة فيهم ملح. وهحط رشة فلفل اسود ورشة كمون، والفلفل والكمون ده اختياري من عندي، انت المفروض بتحطي ملح بس. تمام، بس انا حطيت رشة كمان فلفل اسود عشان البيض اللي انا حطاه عشان زفارة البيض، فنزلت برشة فلفل اسود وكمان نزلت برشة من عندي من الكمون. وابتدي بقى اخد الخليط ده برضو اقلبه تاني كويس جدا. عايزه اقول لكم الوصفه دي تحفه، عملتها في 5 دقايق بالظبط اهو. يلا بقى نقلبه كده الخليط التحفه ده كده مع بعض. بصوا الخليط ناعم وانسيابي ازاي، ناعم جدا ولذيذ اهو، شايفين اهو. بصوا بقى لو انتوا عندكم جبنه موتزاريلا هاتوا كده طبق صغنون كده بيتباع في السوبر ماركت ب10 جنيه، انزلوا بالجبنه الموتزاريلا بحيث ان انتوا لما تيجوا تعملوا الوصفه دي وتبقى تستوي معاكم هتلاقيها بتمط معاكم كده بتدي مطه حلوه. انا الصراحه ما كانش عندي جبنه موتزاريلا، فلقيت عندي قطعه جبنه تركي كده خدتها وقطعتها، دي برضو ادت معايا مطه حلوه قوي. وحابه تحطي اي جبن عندك في الخلطه حطيها، مفيش خلاص، بس هو الاساسي ان انا احط شويه جبنه موتزاريلا. هنزل عليهم بمعلقتين من الدقيق وابتدي اقلبهم مع بعض. انا عايزه القوام، عارفين قوام الكيك كده، يعني اتقل منه حاجه بسيطه اهو، شايفين. طب انا لو حسيت ان هو تخين شويه عن القوام اللي انا عاملاه زوديه سنه لبن او سنه ميه. تمام اهو، انا عايزه القوام اللي انتوا شايفينه ده، الحاجه تبقى دايبه معايا كده، وفي نفس الوقت بحيث لما اجي انزلها على الطاسه بتاعتي تبقى بتنزل عادي، متبقاش ماسكه نفسها كده، هي مش عجين. تمام اهو. يلا بقى نجيب طاسه، اهم شيء الطاسه ما تكونش بتلزق يا جماعه. خلاص، هديها يعني اقل من معلقه سمنه يا دوبك، بس باكد كده عليها من الجوانب ومن تحت بحيث ان هي ما تلزقش خالص، يعني حتى لو الطاسه بتاعتي ما بتلزقش اديها برضو نص معلقه سمنه كده، لان انا مش حاطه في الخليط نفسه سمنه خالص. تمام، وابتدي بقى اجيب الاسباتيولا بتاعتي عشان اضمن ان مش هسيب اي حاجه في البوله بتاعتي خالص. هنزل كل الخليط في الطاسه بتاعتي اهو. مهمه يا جماعه الطاسه اللي ما بتلزقش مهمه. هاخد بقى الخليط الحلو ده كده وهبتدي انزل بيه كده في قلب الطاسه. عايزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه مشبعه جدا، يعني انا عملتها وقسمتها على 4، الربع الواحد اللي انا عملته عمل رغيف كبير، ويا سلام بقى على اللكمه بقى اللي انت اتلكمتي فيها، يعني لو بتاكلي رغيفين هو هيبقى اخرك رغيف واحد. مشبعه جدا فيها كل العناصر الغذائيه.
وببتدي ان انا افردها كده في الطاسة اهو زي ما انتوا شايفين، وخلي النار مش عالية قوي، يعني خلي النار متوسطة عشان البيض يستوي والدقيق كمان يستوي. بصوا اوعوا تفكروا تقلبوها غير لما تلاقوها مسكت نفسها من الجوانب، شايفين؟ وانها بتتحرك معاكي كده، ده كده هيبقى سهل ان انت تقلبيها. خلي بالكوا عشان موضوع القلب ده مهم جدا. بصوا انا عملتها ايه، خدتها نزلتها في طبق خلاص، برغم ان الوش طري معايا نزلت معايا بمنتهى السهوله عشان هي من تحت ماسكه نفسها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده جبت طبق قلبته على الطاسه من فوق، ونزلت بعدها الفطيره بمنتهى السهوله. يا دوبك شلت الطاسه كده لقيتها نزلت على طول اهو. شايفين اللون تحفه ازاي؟ وطبعا الوش التاني ما بياخدش معايا وقت خالص وبيتحمر معايا بسرعه. طبق التقديم اهو، بصوا منتهى السهوله اهي، ولا بتلزق ولا اي حاجه. دي بقى اسمها فطيره جبنه، وممكن تاكليها زي ما قلت لكم حاف، يعني ممكن تاخدوها كده تاكلوها على طول، وممكن تعملوها في سندوتشات بتبقى قمر حلوه قوي. انتوا متخيلين طعمها؟ فيها جبنه قريش، قيمه غذائيه عاليه برضو، فيها بيض، فيها جبن تانية. حابه تضيفي جواها زيتون ضيفي مفيش مشكله، حابه تضيفي اي حاجه حطيها. تستوي في بالظبط بالكتير قوي 10 دقايق بتكون جاهزه معاكي. شايفين بقى؟ هوريكم كمان السكينه وهي طالعه فيها حته مطه كده، بصوا. ولما اجي اقطع لكم القطعه كده هتشوفوها. وانا كمان ما نزلتش بموتزاريلا، يعني ما بالكم بقى لو نزلت بموتزاريلا يعني بجد هتبقى تحفه، هتشد بقى معاكم وانتوا بتقطعوها. لقيتها ماسكه بس شويه، فهبتدي ان انا ايه افصلها كويس. طبعا هي سخنه مولعه، بصوا شايفين شكلها من جوه؟ الله على الجمال والحلاوه، طعمها حلو قوي. زي ما قلت لكم كلوها كده حاف، حطوها في سندوتشات، بصوا طريه وجميله وبجد تحفه يا جماعه، حلوه قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. وده فطار لذيذ سهل سريع ليوم الجمعه. عقبال كده كل جمعه ان شاء الله نعمله فكره بسيطه لفطار حلو قوي هيعجبكم جدا جدا. اتمنى يا رب يكون الوصفه بتاعتي عجبكم الفيديو بتاعي. لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.